السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتي تهيوات حياة. اليوم غادي نقدم لكم كراميل منزلي وحليب مركز محلى في المنزل. كيجي زوين بزاف، احسن من اللي كيتباع برا. ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. عندنا كاس وربع ديال الحليب، وعندنا كاس سكر، ومعلقه كبيره عامره ديال الزبده، عندنا ملعقه صغيره ديال النشا، وساشي فاني، ورشه ديال الملح لتعديل الذوق. بسم الله على بركة الله. في مقلاة على نار مهيلة نضيفو كأس السكر ديالنا. كي يبدا يذوب لينا السكر نحركوه بسباتيلا ولا ملعقة خشبية، كنساعدوه باش يذوب وما يتحرقش لينا السكر. من بعد ما ذاب السكر ما بقاوش فيه حبيبات، نضيفو الزبده والنار تكون مهيله، نحركو مزيان مع السكر. نضيفو رشه ملح، وكنضيفو كاس الحليب ديالنا، نضيفوه على دفعات. كنضيفو الحليب ديالنا كيبان لكم ان الكراميل تحجر، ماشي مشكل، من حيث الحليب بارد والسكر ساخن تحجر لينا. كنبقاو نحركوه حتى كيذوب لينا السكر اللي تحجر لينا. كنزيد نضيف الفاني ديالنا، من بعد ما داب لينا غادي نضيفو ربع ديال الكاس ديال الحليب اللي ضفنا له معلقه صغيره ديال النشا. كنحركو بالفوي ديالنا حتى كتبدا تعقد لينا كراميل، حتى كدير لينا فقاعات.
صافي هنايا ولا الكراميل ديالنا جاهز. كنوضعوه في اناء. الكميه اللي عطيت لكم عطاتني كميه لا باس بها على هذا الشكل هذا. غندخلوه للثلاجه يبرد لنا الكراميل ديالنا باش يعقد. هنايا مازال سخون. دابا ندوزو للمقادير وطريقه التحضير ديال الحليب المركز محلى. عندنا كاس ديال السكر، كاس ديال الحليب بودره نيدو، ونصف كاس ديال الماء وفاني. ناخذ الخلاط ديالنا نديرو فيه الماء والحليب والسكر والفاني ونخلطو مزيان العناصر ديالنا واحد دقيقه حتى دقيقتين حتى ما يبقاوش دوك الحبيبات ديال السكر. ناخذ الخليط ديالنا ونوضعوه على نار ونبقاو نحركو مع التحريك المستمر، والنار تكون مهيله حتى يبدا يدير لنا فقاعات من الجوانب. هنا الحليب المركز المحلى ديالنا اصبح جاهز. وضعوه في اناء وندخلوه الثلاجه يبرد لنا مزيان. هنا من بعد ما خرجتهم من الثلاجه كيجيو على هذا الشكل هذا. عطاوني كميه لا باس بها، كيجي رائع احسن من ديال المحلات اللي كنشريوه بثمن غالي. تقدروا تزينوا به الكيك ديالكم ولا لا كلاص ديالكم ولا تلصقوا به الصابلي. نوصلوا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. الا جربتوه خليوا لي التعليقات ديالكم الزوينه وما تنساوش تشاركوا بالقناه ليصلكم كل جديد. الى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله.